السلام عليكم متابعينا الأعزاء. شاهد نهاية مأساوية لاحقت الفنانين، فقر وحزن واتهامات بالسجن. الفنانة ميمي شكيب ولدت لعيلة غنية، وزوجها كان الفنان سراج منير، وليها أخت واحدة هي الفنانة زوزو شكيب. الفنانة ميمي شكيب كانت بتحب السهر والحياة الصخبة، وكانت دايما بتقيم الحفلات في بيتها ويحضرها الفنانين وكبار مسؤولين الدولة. وفي يوم ألقت مباحث الآداب القبض عليها برفقة عدد من الفنانات الشابات، ووجهت لهم تهمة إدارة شبكة دعارة. ورغم إنها حصلت على البراءة في القضية، بس القضية دي أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية، ودخلت المستشفى للتأهيل النفسي، وبرضه ما انتهتش مأساتها عند هذا الحد. وفي سنة 1983 لقوها مرمية من بلكونة بيتها اللي كانت في وسط البلد، ولحد النهاردة معرفوش مين السبب في موتها. الفنان إسماعيل ياسين اللي اشتهر باسم أبو ضحك جنان عاش في آخر أيامه حزين ومفلس بعد تراكم الضرائب عليه، وطلبته الحكومة بسداد الديون اللي عليه، فاضطر لتصفية فرقته المسرحية وبيع العمارة اللي كان يمتلكها. أصيب الفنان إسماعيل ياسين بأمراض القلب حتى فارق الحياة في عام 1972 بعد إصابته بأزمة قلبية حادة. الفنانة وداد حمدي اشتهرت بتقديم أدوار الخدامة خفيفة الظل في السينما المصرية، وليها أكتر من 600 عمل مسرحي وسينمائي. اتجوزت 3 مرات من الملحن محمد الموجي ومحمد التوخي والفنان صلاح قابيل. توفيت وداد حمدي في سنة 1994، وكانت المفاجأة طعنها لص بالسكين عدة مرات، وكان الدافع السرقة، بس ما لقاش في شقتها حاجة غير بعض الجنيهات، وتم الحكم عليه بالإعدام. الفنان عبد السلام النابلسي هو من عيلة فلسطينية سورية، اشتهر بخفة دمه وأدواره اللامعة اللي قدمها مع عدد كبير من عمالقة الزمن الجميل زي الفنان عبد الحليم حافظ وإسماعيل ياسين وفريد الأطرش وفاتن حمامة. وفي سنة 1962 فوجئ بمطاردة الضرائب المصرية ليه، فهرب إلى لبنان وحجزت الضرائب على شقته وممتلكاته في مصر، وأعلن إفلاسه بعد ما أشهر بنك انترا في بيروت إفلاسه، واللي كان بيحط فيه كل أمواله. ومات الفنان عبد السلام النابلسي فقير لا يمتلك شيء. كان الفقر والمرض هم عنوان نهاية الفنان يونس شلبي، صاحب الوجه الطفولي البريء أو عاطف السكري في أشهر الأعمال المسرحية العيال كبرت. أصيب بأمراض القلب والسكر، وأجرى عملية قلب مفتوح، وظل ملازم الفراش لسنوات، حتى اضطر إلى بيع كل ممتلكاته لينفق على تكاليف علاجه، وكان يشكو من تجاهل زملائه في الوسط الفني، حتى إن زوجته طلبت الحكومة بمعالجته على نفقة الدولة، حتى توفي في سنة 2007 ودفن بالمنصورة، حتى إن جنازته خلت من نجوم الوسط الفني اللي كانوا دايما مشاركينه النجاح. الفنان عبد الفتاح الأسري اشتهر بدور المعلم ابن البلد. كانت مأساته فاجعة على خشبة المسرح أمام الفنان إسماعيل ياسين، حيث فقد بصره فجأة على المسرح وصرخ مش شايف حاجة، وفضل الجمهور يضحك معتقد إنها نكتة ضمن المسرحية،
حتى أدرك إسماعيل ياسين إنه فعلا أصيب بالعمى وخرجه خلف الكواليس. وبعد الفقر طلبت زوجة الطلاق بعد ما تمكنت من الحصول على إمضاء على جميع ممتلكاته، واتجوزت من شاب كان بيعطف عليه الأسري وأصبح فقير معدوم. كان الأسري ساكن في غرفة تحت السلم، وأصيب بتصلب الشرايين اللي أثرت على مخه وفقدان الذاكرة، واضطرت أخته إلى بيع الشاي في الشارع حتى توفر لقمة عيش ليهم، حتى دخل مستشفى المبرة وتوفي في عام 1964. انتهى الفيديو، شكرا لكم.